حركية نشطة تعرفها ورشة جامع الجزائر، وعلى قدم وساق تسير الأشغال لتظهر للعيان ملامحه النهائية. كانت اليوم محل تفقد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مشرفا على وضع الصبة الأخيرة للإسمنت موجهة لآخر طابق للمنارة. وصلنا اليوم الحمد لله بتوفيق من الله عز وجل وبتجنيد من كل إطارات الوزارة وإطارات الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر. وصلنا للنهاية وبهذا اليوم التاريخي اللي هو تاريخي بالنسبة للمسجد، في انتظار إن شاء الله أول صلاة ستقام إن شاء الله في ديسمبر 2017 في قاعة الصلاة الكبرى. وتشجيعا لأدائهم المتفاني لإكمال المشروع في آجاله المحددة بعد إتمام الأشغال الكبرى به، الوزير يكرم بعض المشرفين على المشروع من جزائريين وصينيين، مشيدا بالعلاقات الطيبة الجدية التي تجمع البلدين. Nous remercions beaucoup le pays ami, très grand ami, la Chine, la grande Chine. On remercie beaucoup pour cet ouvrage-là qui va rester dans l'histoire. D'abord l'histoire des monuments religieux, puisque c'est le plus grand, troisième plus grand après la Mecque et la Médine en Arabie Saoudite. Et c'est un très bel édifice qui marque, qui scelle l'amitié algéro-chinoise. ومثلما كان جامع الجزائر معلما حضاريا جامعا للجزائر مع بعض الدول الصديقة في التجسيد، سيكون في الموعد آخر هذه السنة كمعلم ديني جامعا للجزائر مع دول العالم في أول صلاة به.